اهلا بيكم في تاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لمنفصلين برج القوس طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج القوس، انا شايف ان ممكن يكون في اشتياق ما بينكم وما بين الشخص اللي انتم مبتعدين عنه، او حتى ممكن يكون منفصلين عنه، سواء كانت علاقة حب او كراش او حتى زواج. وانا شايف ان حتى لو كان الانفصال ده مش بس انفصال ان انتوا بعاد عن بعض، ممكن يكون انفصال عن طريق برود في العلاقة. فانا شايف ان انتوا الاتنين مشتاقين لبعض جدا، وبتتمنوا ان انتوا تكونوا موجودين مع بعض. وفي حد زي ما يكون بيبقى تعبان او بيبقى مهموم، ولما بيكون معاكم بيحس زي ما يكون إن طاقته اتجددت، أو ممكن يكون أخد منكم طاقة إيجابية، أو زي ما يكون نظرته في الحياة اتغيرت، أو بقى بيبص للحياة بنظرة فيها تفاؤل أو فيها أمل. وأنا شايف إن في حد كتير بيحبكم وكتير متمسك بيكم، وكتير بيتمنى إن هو زي ما يكون يملككم أو أنتوا تكونوا ملكه. وأنا شايف إن في حب لدرجة إن الشخص ده ممكن يكون بيغير عليكم جدا، أو ممكن يكون ما بيحبش حتى حد إن هو يكلمكم، أو إن يبقى في ما بينكم اختلاط وما بين حد، وفي حد زي ما يكون عايزكم ليه وبس، وفي حد من كتر ما هو بيحبكم وبيغير عليكم بطريقة قوية جدا. أنا شايف إن في كتير منكم ممكن تكونوا بتدعوا، أو ممكن تكونوا بتطلبوا حاجات معينة من ربنا، بس أنا شايف إن ربنا هيحققها لكم، وهيحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. وانا شايف ان انتوا الاتنين بتفكروا في بعض وبتراقبوا بعض بطريقة قوية جدا، وبتشتغلوا لبعض كتير وانتوا بعاد عن بعض. وانا شايف ان في كتير منكم ممكن تكونوا محتاجين ان انتوا ترجعوا شعلة الحب من تاني، ومحتاجين بعض الاهتمام، ومحتاجين بعض الطاقة الإيجابية عشان ترجعوا الحب ده لقوته زي الأول. وانا شايف ان الشخص ده كتير متمسك بيكم، وانتوا كمان متمسكين بالشخص ده. وانتوا الاتنين بتحسوا مع بعض بمشاعر كتير جميلة، وزي ما يكون جواكم عمركم ما هتعرفوا تكونوا مع حد تاني من جواكم بتحسوا الإحساس ده، أو مش هتعرفوا تحسوا بنفس المشاعر اللي انتوا حاسينها مع الشخص ده. فأنا شايف إن في حاجات كتير مشتركة ما بينكم هنا، وممكن تكون الحاجات دي ممكن تكون في تفكيركم، أو ممكن تكون الحاجات اللي انتوا بتحبوها، سواء كانت أغاني أو سواء كانت أماكن بتحبوا تروحوها، أو سواء كانت أفلام، بس زي ما يكون في حاجات كتير انتوا حاسين إن انتوا زي بعض فيها أو متشابهين فيها. وأنا شايف كمان إن انتوا بتبقوا حاسين بانسجام، أو حاسين براحة نفسية وانتوا موجودين مع بعض، وبتحسوا إن انتوا مبسوطين جدا. وأنا شايف إن العلاقة دي بس محتاجة عشان ترجعوا زي الأول أو ترجعوها زي الأول وأكتر، إن انتوا محتاجين فيها طاقة إيجابية، ومحتاجين تبعدوا عن أي مشاكل وأي كلام ممكن يكون بيأثر على العلاقة دي بطريقة سلبية، أو أي سوء فهم ممكن يبوظ العلاقة دي، أو أي خلافات، أو أي حتى عتاب في الوقت الحالي. ولما يكون في رجوع للعلاقة دي حاولوا إن انتوا تركزوا بس على كل ما هو إيجابي، وتبعدوا عن كل ما هو سلبي لغاية لما العلاقة دي بس تسترد قوتها وتسترد حيويتها، وبعد كده تقدروا إن انتوا تختاروا الوقت المناسب للعتاب، أو تفتحوا أي مواضيع انتوا عايزين تتناقشوا فيها أو تتكلموا فيها. وانا شايف ان زي ما قلت لكم هنا ان في كتير منكم زي ما يكون بيدعي هنا، او بيطلب من ربنا حاجة معينة. وانا شايف ان هيكون في دعوة مستجابة بإذن الله. وشايف كمان ان كان في فجوة ما بينكم، الفجوة دي هتقل، والعلاقة دي هترجع احسن من الاول كمان. وانا شايف ان العلاقة دي ما بينكم ما كانتش صدفة، دي علاقة قدرية. وانا شايف ان الشخص ده متمسك بيكم اكتر ما انتم متمسكين بيه. ويمكن المشاعر اللي بيظهرها لكم، او ان انتوا مش حاسين بحب من الشخص ده ناحيتكم او برود، انتوا حاسين ان الشخص ده بارد معاكم او مش حاسين بحب من ناحيته ليكم. فده بس اللي ده بس اللي ظاهر ليكم، لكن من جوه الشخص ده بيحبكم جدا جدا. وممكن كتير بيقول لكم ما تلبسوش كذا او ما تعملوش كذا، وانتوا كتير حاسين ان الشخص ده عايز يسيطر عليكم او يحكمكم. لا، الشخص ده بيخاف عليكم او بيغير عليكم. ومحتاجين ان انتوا تفهموا الشخص ده يا برج القوس. وما ينفعش ان انت تبص للامر من جانب واحد، بالعكس لازم تاخدوا الامور من جميع الجوانب عشان تقدروا ان انتوا تفهموا الشخص ده، وتعرفوا ان قد ايه هو بيحبكم ومتمسك بيكم.
والعلاقة دي محتاجين ان انتوا تشتغلوا عليها، ما ينفعش طرف واحد بس اللي هو يشتغل عليها، وما ينفعش طرف واحد بس منكم اللي يعافر في العلاقة دي بس. لازم انتوا الاتنين تبذلوا مجهود في العلاقة دي، ولازم انتوا الاتنين تسعوا ان انتوا تخلوا العلاقة دي قوية عشان تقدروا ان انتوا تحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه في العلاقة دي. وما ينفعش ان انت يا برج القوس يكون جواك حاجة او يكون جواك شعور وعايز ان انتوا تعملوا في العلاقة دي وتتردد في ان انت عايز تعمله او تقوله. فانا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تعبروا عن مشاعركم لبعض، وبلاش تسمحوا لأي فجوة إن هي تكون موجودة ما بينكم، وبلاش حب السيطرة، وبلاش حب التحكم، وبلاش الغيرة زيادة عن اللزوم، وبلاش الإفراط في الحاجات اللي ممكن تكون بتأثر على العلاقة دي بطريقة سلبية. وحاولوا إن انتوا تفهموا بعض، وحاولوا إن انتوا تاخدوا وتدوا في الكلام مع بعض، ويبقى في سلاسة في التعامل وسلاسة في فتح المواضيع. ما يبقاش كل واحد يبقى عايز يعمل اللي على مزاجه، أو كل واحد عايز يفرض سيطرته على التاني. بلاش إن انتوا كتر تفكيركم او ان انتوا تحسين ان انتوا عاجزين ان انتوا تحلوا الانفصال ده او البرود ده ما بينكم بيخليكم تفكروا بشكل جنوني. لا، انا شايف ان انتوا تسيبوا الامور تتحل بطريقة تلقائية وما تفرضوش سيطرتكم. يمكن الوضع محتاج شوية وقت وهيتحل لوحده، ويمكن محتاج ان انتوا تفكروا او تعرفوا قد ايه ان انتوا بتحبوا بعض، او قد ايه انتوا متقدروش تبعدوا عن بعض، ومحتاجين ان انتوا تتعلموا او تعيدوا افكاركم من جديد، او تعيدوا اولوياتكم فيما يخص العلاقة دي. لان انا شايف ان انتوا كتير بتحبوا بعض ومش هتقدروا تبعدوا عن بعض، وانتوا الاتنين متمسكين ببعض هنا، وانتوا الاتنين ما بينكم حب قوي جدا. فما تسمحوش لاي حد ان هو يشكك في الحب ده، ولازم انتوا الاتنين تشتغلوا على العلاقة دي. وما ينفعش يبقى من طرف واحد بس ان هو يشتغل على العلاقة دي لوحده، لازم يبقى فيه توازن في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. فحاولوا ان انتوا تداروا على العلاقة دي، وما تقولوش لحد عن اللي بيحصل ما بينكم عشان العلاقة دي تقوى. وانا شايف ان انتوا لو عملتوا كده العلاقة دي هتنتهي بارتباط او زواج بإذن الله، وهتقدروا تحققوا كل حاجة انتوا بتتمنوها في العلاقة. فانا شايف ان نوايا الشخص ده ليكم نوايا ارتباط، والحب ده مش هينتهي غير بزواج بإذن الله. فحاولوا ان انتوا تكونوا متفائلين. وانا شايف كمان ان البعض منكم مش بس الشخص ده اللي في بالكم ممكن يكون بيحبكم او ممكن يكون عايز يرتبط بيكم. انا شايف كمان ان في حد جديد بيحاول ان هو يوصل لكم وان هو يكسب حبكم او يلفت انتباهكم ليه. فحاولوا ان انتوا تعرفوا انتوا عايزين ايه بالظبط عشان ما تخسروش حب انتوا على وشك يكون ما بينكم استقرار، او تحققوا حلم انتوا بتتمنوه. فقبل اي حاجة وقبل اي قرار انتوا ممكن تكونوا على وشك ان انتوا تاخدوه، فكروا تاني وتالت ورابع، وحاولوا ان انتوا تقعدوا مع نفسكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه، وتعرفوا ان كنتم محتاجين ان انتوا تدوا للشخص ده وقت اكتر لغاية لما العلاقة ترجع اقوى من الاول. لان انتوا بالفعل في علاقة حب، فبلاش ان انتوا تدخلوا في علاقة حب تانية عشان تنسوا بيها العلاقة اللي انتوا فيها دي، العلاقة القديمة، او تنسوا تعب انتوا مريتوا بيه. فبلاش تعملوا كده، لان انا شايف ان هيكون في توازن واستقرار وبداية جديدة مع الشخص ده، ورجوع في العلاقة بإذن الله لو انتوا منفصلين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وتكتبوا يا رب في التعليقات بنية الفرج وعشان تستقبلوا طاقة الفيديو.